اوعى تذل نفسك لبني ادم، رزقك مكتوب، وفي السماء رزقكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تضعضع، شوف تضعضع دي، لغني لغناه فقد فقد ثلث دينه، لان ثلث دينك اليقين، فانت فقدت اليقين، انت مش مصدق ان رزقك عند ربنا. ليه تذل نفسك؟ تخبط على الابواب، طبعا نخبط على الابواب، لكن تذل نفسك ليه؟ تذل نفسك. ويبقى كمان معناها حاجه ثالثه، اوعى تندم على الفلوس اللي راحت منك. الشقه كانت هتتباع واحنا بنمضي العقد، الراجل غير رايه، نكد، تقعد متنكد لمده سنتين ما كانتش مكتوبه. كنت ببيع البيعه وشغال في السيلز، في اخر لحظه البيعه وقفت، انا من ساعتها وانا مهموم، ما كانتش مكتوبه. انا يا جماعه شغال في البيزنس وفاصل الرساله الدينيه عن البيزنس، انا لا ارتزق من الرساله الدينيه، انا ارتزق من البيزنس، وبصرف من البيزنس على الرساله الدينيه. فانا بقعد اعمل ايه؟ اقعد اجيب ورقه وقلم واقعد اكتب حاجات نفسي اطلع منها فلوس، وعلاقات وافضل بقى اسعى 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 اسعى، وبعدين بعد شهر ارجع لنفس الورقه الاقي كلهم باظوا وبتعمل ايه ساعتها؟ بقلب الورقه طب والله العظيم بقى، والله العظيم بعمل كده. يا سلام، يعني ما بتوجعك يعني مثلا دقيقتين ثلاثه، اقلب الورقه، ما كانوش مكتوبين.